السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض الوصفة اللي عاملة قلبان على النت وطالعة ترند الفترة دي بسبب اسمها طاقية السلطان. طاقية السلطان هي ايه بقى؟ طاقية السلطان دي هي عجينة بريوش عادي، يعني ما فيهاش اي افتكاسات ولا حاجة يا جماعة، تمام؟ بس هي طلعت ترند بسبب ايه؟ اسمها. شايفين هي طالعة هشة وجميلة ازاي من جوه؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة ازاي. يلا بينا بقى كده نسمي بالله ونصلي على رسول ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا معايا هنا مج نصه مية ونصه لبن، بس أهم شيء يكون دافي، تمام؟ عايزة تعمليها لبن بس اعمليها، عايزة تعمليها بمية ومعلقة لبن بودرة اعمليها، المتوفر عندك اعملي بيه، ما تقفيش على حاجة. حطيت بقى عليه ربع مج من الزيت ونص مج من السكر، تمام؟ لو مش عايزاها عادبة وطعمها حلو كده، يعني حاجة مسكرة، تقدري تزودي على مقدار السكر ده معلقة سكر أو معلقتين كمان. وحطيت بقى ايه؟ كيس خميره، تمام؟ انا حطيته كله عشان خاطر ايه؟ قلت الجو ساقع عشان ترفع معايا بسرعه. هو عموما الكيس بيجي معلقتين اتنين بس. وحطيت بياض بيضه، وحطيت رشه ملح، وحطيت معلقه ونص ايه من الخل. الخل بيخلي العجينه هشه من جوه كده وبيضه وجميله، تمام؟ وقلبت بقى المقادير دي كويس قوي. اهم شيء قلبي كويس قوي قبل ما تحط الدقيق. حطيت بقى الدقيق، حطيت قد ايه؟ حطيت 3 كوبايات ونص من الدقيق، تمام؟ بس اهم شيء برضو ايه؟ نخول الدقيق. قلبتهم بقى كويس بالشكل ده كده، ورجعت ايه؟ عجنت بايدي، تمام؟ ضفت بقى ال3 كوبايات ونص كلهم لحد ايه ما العجينه اتظبطت معايا. بس خدي بالك برضو زي ما بقول كل مره يا جماعه، فيه دقيق بيشرب سوائل ودي ما بيشربش سوائل. يعني انت ممكن تحط ال3 كوبايات ونص من الدقيق، تلاقيها ايه؟ محتاجه دقيق منك كمان، تلاقيها ملزقه قوي. يبقى في الحالة دي تضيفي ايه؟ دقيق بالمعلقة، يعني خليكي حريصة، تمام؟ ما تحطيش كتير. بتضيفي بقى معلقة او اتنين، بتلاقي العجينة ايه؟ اتظبطت معاكي. عجنتها بقى حوالي 5 دقايق، ورجعت ايه؟ فردتها وحطيت فيها ايه؟ معلقتين اتنين من السمنة، سمنة او زبدة اللي موجود عندك برضو، تمام؟ وعجنتها مرة كمان لمدة 10 دقايق. اهم شيء ايه في مرحلة العجن دي؟ تديها حقها في العجين، تمام؟ عجنتها بقى وبقت ناعمة معايا وزي الفل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. قسمتها ايه؟ اتنين، تمام؟ النص حطيته في بولة تانية وهسيبه ايه؟ يخمر. والنص التاني هضيف له ايه؟ هضيف له معلقتين كاكاو، تمام؟ انا ضفت في الاول فردتها بالشكل ده كده وضفت لها ايه؟ معلقة، وعجنتها معلقة كبيرة ايه؟ هرمية، تمام؟ حطيت معلقة في الاول وقلت ايه؟ هشوف لو احتاجت هضيف لها يعني تاني. حطيت بقى معلقة الكاكاو زي ما شفتوا كده، وايه؟ وعجنتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. بعد ما ضفت لها بقى معلقه الكاكاو وعجنتها لقيت لونها فاتح معايا، رحت جايه ضايفه لها كمان معلقه ونص من الكاكاو، كده بقوا ايه؟ معلقتين ونص. لونها ظبط معايا زي ما انتوا شايفين كده. لان الكاكاو بيبقى انواع، فيه منه الفاتح وفيه منه الغامق. انت لما تجيبي هات الغامق، بيبقى احلى ايه من الفاتح. كمان بعد ما تعجنيها ان حسيتي ان العجينه نشفت معاكي كده شويه بعد ما حطيت الكاكاو، تقدري تزودي لها معلقه لبن او معلقتين بكتير، وهتلاقي العجينه طريت معاكي كده وبقت ايه؟ حلوه وزي الفل. بس ما تزوديش اكتر من كده. غطيتهم بقى وسبتهم يرتاحوا بعد ما خلصوا 10 دقايق بس، عشان خاطر ايه؟ اعرف افردهم، يعني يتفردوا معايا بسرعه، لان انا هسيبها تخمر مره كمان، تمام؟ هفرش بقى رشة دقيق كده على الرخامة وهفردها. هفردها ايه؟ هفردها يعني مستطيلة. حاولي على قد ما تقدري خليها مستطيلة معاك عشان في اللفة تيجي ايه؟ مظبوطة معاك وانت بتلفيها، تمام؟ فردتها بقى مستطيل بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. وهفرد التانية برضو ايه؟ زيها. هي سمكها زي ما انتوا شايفين كده، لا هي ايه؟ رفيعة قوي ولا هي تخينة قوي، يعني سمكها حوالي سنتي. فردت بقى البني برضو بنفس الطريقة ونفس المقاس، وحطيت الاتنين على بعض كده ايه؟ وظبطتهم زي ما انتوا شايفين، تمام؟ لو حابة بقى تحشيها شوكولاتة او اي حاجة احشيها، لكن انا عن نفسي خليتها سادة كده، يعني اكتفيت ايه؟ بالكاكاو اللي في العجينة، تمام؟ لكن انت بقى لو حابة تحشيها هتحطي مثلا ايه؟ الشوكولاتة او النوتيلا اللي عندك في اول العجينة كده ايه؟ ولفي. لفيت بقى نصها رول زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده،
ولو حابة تحشيها بقى تحط الحشو ايه في النص اللي اتلف في الاول. تمام. والنص التاني بقى هقطعه شرايح رفيعة جدا ايه بالسكينة، على قد ما تقدر اخلي الشرايح دي رفيعة عشان بتخلي شكلها حلو. بعد ما قطعتها بقى شرايح ومسكت بقى كل شرحة في ايدي ولفتها على شكل ضفيرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بس لفي بالراحة، انا هنا عشان مجرية الفيديو، لكن انت لما تلفي لفي بالراحة عشان خاطر العجينة لما طبعا بتستريح بتبقى ايه طرية في ايدك شوية كده، فعشان ما تتقطعش منك، وكمان عشان تطلع متساوية ما تبقاش واحدة طويلة وواحدة قصيرة. هلفها بقى بالشكل ده كده اهو. اهي واحطها في الصينية. بسم الله. اظبطها بقى في الصينية. بالشكل ده كده اهو. انا على قدر المستطاع وانا بفردها حاولت اخليها مستطيلة عشان خاطر لما تيجي تلفيها اللفة دي كده تبقى ايه تبقى مسوية بعضها، يعني ما تبقاش حتة تخينة وحتة ايه رفيعة زي ما انتوا شفتوا كده اهي، لان الحرف ايه جه رفيع معايا. فانت بقى لو قدرت تسويها كمان اكتر من كده هتبقى احلى واحلى يعني. هغطيها بقى واسيبها لحد ما تخمر. هي اول ما تخمر هتلاقي رفعت ونفشت كده وملت الصينية دي. اقول لكم كمان على فكره حلوه عشان ايه العجين يخمر معاكم بسرعه. انا حطيت هنا حوالي مج ميه سخنه. تمام. وقعد فيها الصينيه كده اهي، يا دوبك بس الميه تبقى ايه في حرف الصينيه بس كده بالشكل ده كده اهو. وهغطيها بقى وهتقل عليها عشان تخمر منه بسرعه، لان انتوا عارفين احنا في شتاء والجو ساقع قوي، عشان العجين ايه ما يطولش معايا في الخمر. خمرت بقى معايا زي ما انتوا شايفين كده اهي وملت الصينيه، شايفين بسم الله ما شاء الله. هدهن وشها بقى قبل ما ادخلها الفرن. طبعا انا قايده الفرن ومسخناه قبلها، وزي ما احنا متفقين مع بعض اي حاجه بدخلها الفرن لازم ايه بدخلها على فرن سخن. لازم اكون مسخنه الفرن بتاعي الاول، ما ينفعش ادعو على طول كده واروح جايه ايه زقه مثلا الصينيه بتاعتي، لا لازم اكون مسخناه من قبلها. وده صفار البيضه اللي فات معايا ايه من البيضه اللي حطيتها في الوصفه، انا ركنتها على جنب وقلت لكم ايه هدهن بها الوش. حطيت لها بقى رشه فانيليا بالشكل ده كده عشان الزفاره. واحط لها ايه معلقه لبن وهقلبها وادهن بقى ايه الوش. كمان شويه الميه اللي انا حطيتهم لها سخنين في قعر الطبق زي ما انتوا شايفين كده يساعد ايه على تخميرها بسرعه، ما خدتش معايا وقت يعني في التخمير. دهنتها بقى كلها زي ما انتوا شايفين كده اهو بالبيضه. هدخلها بقى الفرن. الفرن النار ايه متوسطه، يعني مش عالية قوي عشان خاطر ما تدخلش تاخد مني ايه وش من فوق ومن تحت كده وقلبها لسه عجين اهي. هدخلها الفرن بقى على الرف الوسطاني. بعد ما استوت بقى وطلعتها من الفرن هديها لمعة بقى كده على وشها ايه بمعلقة زيت او معلقة سمنة سايحة. تمام. والخطوة دي اختياري، مش عايزة تعمليها ما تعمليهاش براحتك.